عاصفة ترابية تضرب غرب مصر وتتجه إلى المحافظات، وتحذيرات من تأثيرها على مباريات الدوري المصري. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم الآن تطورات الحالة الجوية في مصر، حيث تشهد محافظة مرسى مطروح ومحافظة واحد سيوة عاصفة ترابية شديدة مصحوبة برياح قوية ورؤية شبه منعدمة في بعض المناطق. وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن العاصفة تتحرك بسرعة نحو الشرق، ومن المتوقع أن تضرب خلال الساعات القليلة القادمة محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مع احتمالية تأثر أجزاء من الوجه القبلي أيضا. الهيئة حذرت من تدني مستوى الرؤية على الطرق، خاصة الطرق السريعة والمناطق المكشوفة، إلى جانب احتمالية تعطل بعض الأنشطة اليومية بسبب شدة الرياح وارتفاع كثافة الأتربة في الجو. أما على صعيد الرياضة، فقد أعلنت رابطة الأندية المصرية تأجيل بعض مباريات الدوري المصري الممتاز، خاصة تلك التي تقام في المحافظات المتأثرة بشكل مباشر بالعاصفة. وقد شددت الرابطة على أن سلامة اللاعبين والجماهير أولوية قصوى، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار قرارات عاجلة خلال الساعات القادمة في حال استمرار سوء الأحوال الجوية. العاصفة لا تطرق الأبواب، إنها تقتحم بلا إنذار، فلا تكن من المنتظرين بل كن من المستعدين. اليوم تختبر الجاهزية وتثقل العزيمة، فإما أن تواجهها بالوعي أو تدفع ثمن التهاون. ابقى يقظا، لأن القادم ليس مجرد غبار بل اختبار حقيقي لقوة الإنسان في وجه الطبيعة. ودي كانت حلقتنا النهاردة، وما تنساش تشير الحلقة مع كل أصدقائك عشان ياخدوا بالهم من اللي بيحصل الأيام دي. وبس كده، كان معاكم الكابتن، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.